بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله يا حبايب قلبي وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل بيتزا خفيفة وسريعة وجميلة بالشاورما. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ويا رب الفيديو تستفيدوا منه ولو 1%. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا بتشوفوني وبتتابعوني، واللي اول مرة يشرفني يا ريت ياخد جولة في القناة، لعل وعسى الفيديوهات تعجبكم وتنال اعجابكم. واللي متابعني ده لو في حد يعني متابعني ان شاء الله، يا ريت تعملوا لي لايك وكومنت وشير. آه، من ايديكم كده ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والاخره حبايب قلبي. يا ريت ما تنسونوش في اللايك يا بنات. لو انا بجد بعز عليكم وبتحبوني زي ما انا بحبكم، يا ريت تعملوا لي لايك. الفيديو حبايب قلبي معلش تعبانه والله، زور وجعني وعندي برد وكل على بعضي تعبانه. ادعوا لي يا بنات ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. احنا يا حبايب قلبي بنحب البيتزا بالشاورما، بنحس انها باللحمه المفرومه بتبقى تقيله شويه. فعندنا كيس شاورما طلعناه، ولما فك شوحناه تشويحه جميله. حطينا عليه كيس كده من اللي انا مفرزاه وريتهولكوا قبل كده على القناه. فلفل الوان تحفه يا بنات. الفلفل الالوان، فلفل الالوان بيدي تيست عالي جدا جدا، وبيدي نكهه جميله جدا في سواء في الشاورما سواء في اللحمه المفرومه. بجد اللي مجربهاش يجربها. عندنا بقى هنا احنا جهزنا الشاورما خلاص وظبطناها. عندنا الحاج ابو احمد زوجي طبعا ما بياكلش البيتزا، ملوش في الحاجات دي. طلعنا له كيس كبد وقوانص وعملناه له. واحنا بقى الجيش هياكل بيتزا. عندنا كيسان خميره، جايبين كيلو ونص دقيق عشان احنا بنحب نزود فيها العيال بقى، لان ما بنعملهاش كتير والله يا حبايب قلبي، فالعيال بتبقى فرحانه بيها. بتفضل بقى العيال ايه بعد الغدا بيفضلوا رايحين جايين عليها. ولو فضلت حاجه والله بنخليها لتاني يوم بنجهزها. بيزيد مننا عجينه، فبشيلها عجينه بقول بدل ما نعمل الصواني كلها وتبرد، فطبعا الحاجه هي وطازه غير هي ومتسخنه. فخلت مننا حته عجينه كده، عملت لنا صينيتين. حطيناها في طبق ولفيناها بكيس وحطيناها في التلاجة. خمرت برضو وزادت ما شاء الله عليها. تاني يوم طلعناها وعملناها، عملت لنا صينيتين كبار كده محترمين. المهم عندنا بقى ايه كيسين خميرة. عندنا جايبين لبن نيدو سايب. السايب يا بنات فيه بركة وأحسن من الكياس. كان الأول الكيس ب3 جنيه و3 ونص، دلوقتي الكيس ب7 جنيه و8 جنيه. يدوب فيه معلقتين أكل. دلوقتي بنجيب بال20 جنيه او بال15 جنيه، يعني بيدوك حبة محترمين على قد الدقيق اللي انت بتعجنيه. وعندنا الخميرة ولبن النيدو، وهنحط لها زيت. وبصراحة انا ما بحط الزبادي، في ناس بتحط لها زبادي، وطبعا لو حطيت الزبادي هتبقى حلوة برضو مش وحشة. بس انا بصراحة ما بحط الزبادي، بنحط هو بس اللي انا قلت لكم عليه ده: خميرة لبن النيدو الزيت. وبنجهز بقى للفطيرة. بنجهز بقى حبة قوطة كده، كام 3 4 قطيات كده في طبق. حبة فلفل كده مشكلين، اخضر على احمر على اصفر. وحبة زيتون مخلي. لو اسود واخضر يبقى تحفة يا بنات، ولو اخضر بس ماشي شغال، ولو اسود بس برضو ماشي. وجبنة موزاريلا. ومكرمة هنا هي بتعجنهم عجنة جميلة وعجنة مبرحة كده. وبعد كده ايه تحطهم، نسيبهم بقى ايه نلفهم بحتة ونسيبهم يخمروا. معلش حبايب قلبي للي متابعيني وبيحبوا يتفرجوا عليا، انا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، لان بجد والله يا بنات انا زعلانه جدا. القناه في النازل ونفسي اتسدت على التنزيل. مش عارفه بصراحه، انتوا ما مساعدينيش خالص ان انا انزل فيديوهات. انتوا ما حدش مشجعني يا بنات، وما حدش مش لاقي اقبال منكم. فبجد الموضوع ده مضايقني جدا. فيا ريت يا حبايب قلبي، يا ريت تشجعوني. يا ريت تشاهدوا القناة.
يا ريت يعني اللايك، انت لما بتبص على الفيديو اللايك بتعمليه ببلاش، ما بتدفعيش فيه فلوس. كذا مرة اقول لكم الكلام ده. انتوا اللايك بيساعد الفيديو وبيساعد القناة. فانت لو عملتيه من باب بصوا البيتزا حبايب قلبي، البيتزا هي قبل ما لسه ما دخلناش الفرن، حطينا لها ظبطناها وجهزنا لها الحاجة بتاعتها. فانت لو عملت اللايك حتة من باب انه ايه يعني مساعدة للقناة، من باب يعني ايه، انا بعمل اللايك بنية ان انا اساعد القناة تقف على رجليها. إيه، بساهم في الخير، انك انت كده بتساهمي في الخير وتدل على الخير كفاعله. لو عرفت حد وقلت له على القناة، طبعا كأنك انت بتعملي خير وبتساعدي على الخير. احنا في اليوم ده يا حبايب قلبي عملنا 3 صواني، وعملنا صينية صغننة فيها 3 فطاير صغننين كده. بصوا من تحت ما شاء الله عليها صفرة ذهبي، الله اكبر عليها. بجد طلعت حبة البيتزا في اليوم ده الله اكبر عليهم تحفة. والله يا بنات اجمل من الجاهزة 100 مرة. ويكفي ان انت عامله حاجه بايديكي، عامله حاجه انت عارفه مكلفاها ايه، عامله حاجه انت واثقه من النظافه بتاعتها، او واثقه انك الحاجه اللي انت عاملاها طبعا القيمه الغذائيه لبيتك ولولادك. ايه, إيه لو عايزه تعجنيها بلبن اعجنيها اللي امكانياته تسمح. لو عايزه تحطي لها زبادي حطي لها، برضو ما بتقولش لا. عايزه تزودي لبن النيدو، بص يا بنات انا زي ما بقول لكم بحب احط الموزاريلا في الاخر خالص عشان ما تنشفش مني. بحب احطها بعد ما البيتزا تستوي خالص وبطلعها، يا دوب بحط الموزاريلا بس تاخد يعني ايه دقيقه واحده بس في الفرن، السخونيه بتاعه الفرن تسيحها وخلاص على كده. لانه زي ما انتم شايفين في ناس بسم الله ما شاء الله بتحط الموزاريلا بسم الله ما شاء الله عليها يعني بكميه رهيبه. لكن احنا بصراحة ما بنحطش الكميات الكبيرة دي كلها. كل الموزاريلا دلوقتي عندنا شبرا الخيمة ب70 جنيه او ب80 جنيه، 80 جنيه. فاحنا بنجيب يعني بنجيب ب30 جنيه او بنجيب ب25 جنيه على حسب الفلوس اللي بين ايديا بصراحة بجيب. فعشان كده ما بحطش الكميات الرهيبة اللي في ناس بتحطها. زي ما انتوا شايفين اهو حاجة كويسة ومعقولة، لا هو كتير أوي ولا هو قليل قوي. حاجة بس تديها لون وتديها منظر. هي طبعا الحاجة كل ما تزودي لها كل ما تبقى أجمل وكل ما تبقى أحلى وكل ما الطعم بتاعها بيعلى. بس هنعمل ايه، احسن من ما فيش خالص. يعني احنا لما نحط حاجة زي كده احسن ما نحطش حاجة خالص. وبنعمل وبنراضي ولادنا وبنعمل لهم اللي نفسهم فيه. وجبنا اهو ب10 جنيه كاتشب، وادينا قطعناها اهي. وزي ما انتوا شايفين بالهنا والشفا الله اكبر عليها، طلعت في منتهى الجمال. بصوا طبقين قطعناهم اهو، الطبقين دول هما عبارة عن صينيتين.